في ظاهرة غريبة في المجتمعات بنلاقيها في الشغل، في الكافيهات، في السينمات، معرفش بتحصل في البيت ولا لأ. ناس بتدخل الحمام تخلص مهمتها الوطنية وتخرج وتسيب وراها إرث بيولوجي تقيل قوي. مفيش حد بيشد السيفون. لو سمعت أنا هحتج على الكلام ده. يعني هو أنت كنت بتعمل حاجة سرية؟ لا فاكر نفسك فنان وبتسيب توقيع؟ الموضوع ده يا سادة يا كرام مش هزار. علم النفس ليه رأي، وعلم الاجتماع ليه رأي، طب ليه رأي، حتى الفلسفة ليها رأي. النوع ده من الناس عنده فلسفة حياتية تقول أنا خلصت، أنا مالي ومال اللي ورايا. ده غالبا شخص مش حاسس بالآخرين، متربي على فكرة أنا وبس، ولو شفته وأنت في الشارع غالبا هتلاقيه بيرمي حاجات من الشباك. في نوع تاني انا مش قاصد والله بس حقك عليا، بس هو كده اتربى في مكان ما فيهوش سيفون اصلا، او محدش علمه ان هو يشد، لانه كان دايما يلاقي حد ينظف وراه. وده يدخلنا في سؤال تربوي، هل الطفل بيتعلم يشد السيفون من صغره ولا المجتمع بيعتمد على فطرته؟ في واحد بيشوف يافطه مكتوب عليها من فضلك شد السيفون بعد الاستخدام، وده تقريبا بيسيب كل حاجه سايبه وراه. ليه؟ علشان خاطر بيكره الاوامر، حتى الاوامر دي لو كانت من ازازه او معلقه. نظريه باسيف اجريشن، بعض علماء النفس قالوا ان الناس دي ممكن تكون بتتصرف عن قصد، مش قصد مباشر، لا ده نوع من العدوان السلبي. عن الشخص ده بيقول لك انا مش عاجبني النظام ده، سيبها لك زريبه، وهو بيعمل كده بابتسامه وهدوء شديد جدا. هو بيشد السيفون في بيته ولا لا؟ لو هو بيشدها في بيته وسايبها في المكان العام، يبقى احنا قدام انسان فاكر ان العالم مقسوم لفئتين، انا والباقي مش فارقين. وده اصل كل انانيه. اللي مش بيشد السيفون مش هيشيل مسؤوليه، مش قادر ينظف وراه في ابسط حاجه، مش هيبني مجتمع نضيف، ولا حتى هيخلف جيل نضيف، ولا حتى قلبه نضيف. دلوقتي نخش على الكارثه المصغره بتحصل كل مره. الموضوع مش ريحه وحشه بس، الموضوع ممكن يوصل لعدوى وتسمم وتليف في الكبد، ده لو الجراثيم عندت معاك. لما السيفون ما يتشدش فضلات بتفضل مكشوفه في الحمام، ده بيؤدي لانتشار كميه مهوله جدا بكتيريا والفيروسات والجراثيم المحموله بالهواء. تنويه بسيط بس، لما تيجي تشد السيفون بقفل الغطا اول قبل ما تشد السيفون. دراسه من جامعه كولورادو اثبتت ان السيفون نفسه لما بيجي يشتغل يعمل حاجه اسمها تويلت بلوم، يعني سحابه حمام مليانه رذاذ دقيق قوي يطير في الهواء ويوصل لغايه مترين فوق التويلت. فتخيل بقى لو السيفون ما اشتغلش اصلا، الرذاذ ده بيكون موجود بالزياده وبيقعد مده اطول في الهواء. الدكتور شارلز جيربا عالم ميكروبيولوجي شهير قال ان الحمامات اللي ما بيتشدش فيها السيفون بتبقى بيئه مخصبه لنمو ايكويل، شركيه القولون، نورو فيروس، سالمونيلا. كل اللي انا قلت لك عليهم دول ممكن يتسببوا تسمم غذائي واسهال وقيء والتهابات معده حاده جدا. مراكز الامريكيه لمكافحه الامراض والوقايه منها سنتر فور ديسيز كنترول اند بريفنشن حذر من ان الحمامات العامه اللي مش بتتنظف كويس والناس اللي ما بتشدش فيها السيفون بتكون مصدر هايلي انفكشن انفايرمنتس، بيئات عاليه العدوى. اخطر حاجه جراثيم الطياره. الرذاذ ده مش بس بيطير، بيلزق في مقبض الباب وعلى الحيطه على ورق التويلت. ايدك لما تيجي تفتح الباب لو دخلت حمام حد قبلك ما شدش السيفون فيه، غالبا انت داخل على سحابه ميكروبيه، وده بيزود خطر العدوى بشكل كبير جدا. ممكن يتسبب في مشاكل جلديه وتنفسيه، خصوصا لو عندك مناعه ضعيفه. يعني اللي دخل الحمام قبلك مش بيشم ريحه وحشه وبس، ده بيشم مستقبل من امراض. سيفون مش اختياري، سيفون مش رفاهيه، سيفون سلاح وقائي. دي نهايه العالم اللي بتبدا من البلاعه.